سلسلة احتراف لعبة بابجي موبايل. في السلسلة دي هنعلمكم ازاي تحترفوا لعبة بابجي موبايل، والسلسلة دي هتتقسم على كذا فيديو. والنهاردة حلقة عناصر التحكم، وتختار انهي مخطط، وازاي تعمل عناصر تحكم لوحدك، وايه كم صبع تلعبه، وازاي تخلي لعبك سريع. كل ده هنشرحه في حلقة النهاردة. ففولو ولايك وظبط كده الكلام وكومنت حلو منك، وخش تابعنا على قناتنا اللي على التيك توك ار عبده. هننزل فيها ان شاء بنفتح فيها لايفات ان شاء الله يعني، وبننزل فيها برضو شروحات. فخش واشترك في القناة، مش هيفوتك حاجة، لا انت هتزيد كمان من من احترافك ولعبك. فبس ندخل على الشرح. اللي بعده هنخش طبعا على الاعدادات، عناصر التحكم. نشوف بقى الاول والتالت. الاول زي ما انتم شايفين الجويستيك اهو على الشمال، انت ضغطت على الجويستيك هيتحرك. ما ضغطتش على الجويستيك بس من ناحية الشمال مش هيتحرك برضه، لكن لو اي حتة من ناحية اليمين الشاشة هتلف. دلوقتي انا مش حاطط صبعي على الجويستيك وبتحرك، شوفوا الجويستيك برضه بيتحرك معايا اول. للتأكيد بقى للمصداقية نخش على مفتاح التحكم، نشيل الجويستيك نحطه في اي حتة، نحطه مثلا هنا. اي حتة هتكها من ناحية الشمال هيتحرك. انا مش حاطط ايدي على الجويستيك بس برضو بيتحرك، لان انا بحرك من ناحيه الشمال. في اي حته من ناحيه الشمال بتخلي الجويستيك يتحرك، عكس اليمين بتخلي الشاشه تتحرك. نخش بقى على المخطط الاخير وهو مخطط رقم 3. نرجع بس الجويستيك مكانه عشان نعرف نلعب، ونخش على المخطط التالت. المخطط التالت هي لازم عشان تتحرك تتك على الجويستيك اي حاجه على الشاشه تانية هيتلف في الكاميرا. المخطط ده ما انصحش بيه ليه؟ لان في تريكايه. دلوقتي مثلا معظم لاعبين بابجي ما بيلعبوش بصوابع، فانت مثلا صبعك عرق دلوقتي وايدك راحت من على الجويستيك، الشاشه هتلف، خسرت الفايت. فبسهوله انت بقى المخطط التالت صبعك عرق الاول قصدي، لقيت صبعك عرق هتكمل عليه عادي. فده اللي حلو في مخطط واحد ومش حلو في مخطط تلاتة. فانا انصحكم تلعب بمخطط واحد بس. مخطط تالت للناس اللي بتعرف تلعب الجويستيك بتاعها وحافظين مكانه بالظبط وكل حاجه تمام، يلعب بيه عادي. بس كنصيحه ليكم العب بالمخطط الاول. ويلا ننتقل على ازاي تظبط دي شكل اي اعدادات واحد بيبدا اللعبه. طبعا الاعدادات دي عمرنا ما حد يلعب بيها. دلوقتي طبعا معظم الناس عارفين ازاي تعمل دوج وكراوتش. الكراوتش يعني للناس اللي متفهمش يعني ايه كراوتش، اللي بيلعبوا من اليومين دول، التوطية دي اسمها كراوتش. دلوقتي انت بتعمل دوج وعايز تعمل كراوتش، يا انت دلوقتي في الاعدادات دي يا تضرب يا تعمل كراوتش، ما ينفعش تعمل الاتنين مع بعض. شوفوا انا لازم عشان اعمل كراوتش لازم اسيب زرار الضرب. طب ايه الفايده؟ ولا هتستفاد اي حاجه. فانت هتقسم لعب. مش هقول لك يا عم العب يعني 6 صوابع 5 صوابع، العب يا عم 4 صوابع. على الاقل ال4 صوابع احسن من صباعين، ان شاء الله يا عم 3 صوابع احسن من من الصباعين. ويلا نخش ازاي. اول حاجه زرار الضرب. اول حاجه هتجيبوا الاسماء دي، هتركنوها على جنب فوق وهتعملوا شفافيه. انا دلوقتي انتوا اللي انت اللي هتعمل اعدادك بنفسك، بس انا هفضلكم مساحه واديكم فكره عن الاعدادات. اول حاجه هنجيب الفريق دي، هنجيبها كده اهو ونحط الضرب فوق ونكبرها اكبر حاجه. دلوقتي الناس اللي بتقول لي انت عملت الضرب فوق والاسماء الناس فوق، الضرب مش هيشتغل، بالعكس الضرب هيشتغل عادي. دي اكنها صوره اللعب حطها، يعني انت لو حطيت الضرب فوق الكلام برضو هتضرب عادي. يعني اي حاجه تحطها فوق الكلام بتاع الفريق عادي عادي عادي. بس نخش تاني على الاعدادات، نخش على مفاتيح التحكم ونكمل. اول حاجه الجويستيك هتعمله 115، احلى حاجه، احلى عدد، احلى في الكلوز في السرعه في اي حاجه 115. وتجيب الركبه دي ترفعها لفوق علشان لما تيجي تعمل دوج لقدام اللعبه ما تجري، اللاعب ما يجريش بيك. فانا هفهمكم دلوقتي كل حاجه. بصوا دلوقتي انا بعمل دوج، مش دوج اللي انا بس حد بيضرب عليا وانا بتفضل يمين وشمال يمين وشمال. دلوقتي انا اللاعب مش هيجري غصب عني، دلوقتي انا بروح يمين وشمال اللاعب مش هيجري غصب عني. عكس بقى لو انا دخلت على اعدادات مفاتيح التحكم وصغرتها نزلتها لتحت، نزلتها تحت دلوقتي شوفوا بص
انا لما اطلع لقدام هتفادى الطلق، اللاعب بيجري لوحده تطلعه فوق، عشان انت مثلا لما تيجي تعمل الحركه دي وتتفادى الطلق اللاعب ما يجريش غصب عنك. تمام. دلوقتي احنا اهو. طب مثلا انت تقول لي انا الوقت واحد بمشي مسافات بعيده وعايز اللاعب يجري، لسه هطلع صبعي لفوق واوجع في دنيتي. تقوم تكي على البتاع الصفرا اللي جنبك دي اهو، بص تكي على البتاع الصفرا، مش خلاص مش محتاج تقعد بقى ايه تمد صبعك لفوق ولا اي حاجه، تكي على الصفرا هيمشي. عايز تتفادى الطلق ولا تكي تقعد تروح يمين وشمال وخلاص. كده احنا خلصنا زرار الضرب والجويستيك وازاي تظبطه. نخش تاني حاجه على ايه الضرب اللي هي الاسلحه. هتخلوا الاسلحه فوق بعض. الناس اللي بتخليها جنب بعض اول حاجه اللعبه اصلا متصغره، فانت المفروض تكبرها وتحطهم فوق بعض، لان ده اسهل على صباع الابهام. الابهام ده اسرع صباع عندك. الابهام ده اللي هو ايه صبعك الاولاني. الابهام ده اللي انت هتغير بالسلاح، وده اللي انت هتغير بيه اللي هو الكاميرا اللي انت هتلاقيه تلف وشك بيه. فده الزرار ده اللي انت هتغير بالاسلحه، في اللي قصدي الصبع ده اللي هتغير بالاسلحه. لايك واشتراك والله لان انا بتعب على الفيديوهات دي. ونكمل هنخليهم فوق بعض كده اهو. شوفوا بقى مثلا لا ما اخرج اما اغير السلاحين بصبع الابهام على طول، واحد يمين واحد شمال، ما اقعدش اروح يمين. بص فوق بعض على طول، صبعك بيطلع لفوق اسرع، لكن لما يروح يمين وشمال صبعك ما بيروحش يمين وشمال اسرع. عشان بس تبقوا في الصوره معايا. وهنستفاد دلوقتي بمساحه السلاح اللي احنا حاطينها فوق، عشان احنا كل حاجه بنستفاد بايه بمساحتها. ندخل تاني على الاعدادات. هنجيب بقى العلاج وهنجيب برضو القنابل، هنحطهم جنب بعض. بس الاول نحط المسدس ايه ما بين السلاحين. شايفين المسدس ده هتحط بين السلاحين. هناخد بقى القنابل، العلاج جنب ده والقنابل جنبها ناحيه اليمين. دول بقى فايدتهم ايه؟ دول احنا استفدنا من مساحتهم عشان ايه وتغيير على طول برضو بصبع الابهام على طول. تفتح القنبله وتفتح البندج على طول، كله ده بصبع الابهام. بس ما اظنش هنا في ساحه التدريب في قنابل ولا بندج، فانتوا يعني في الصوره معانا. هنستفاد بايه بمساحه القنابل والبندج؟ احنا كل حاجه بنستفاد بمساحتها. هقول لكم دلوقتي. اول حاجه نخش تاني على الاعدادات، خش مفاتيح التحكم، المخطط الاول زي ما احنا. هنجيب الشنطه، هنخليها ايه الشنطه نخليها زي ما كانت، مكان ايه مكان القنبله قصدي. وهنجيب زرار التعمير هنحطه مكان القنابل. بس احنا بس نخفي شويه. شوفوا بقى بالصبع بقى الابهام اليمين، الصبع الابهام الشمال، كده كده الخريطه اتفتح واتقفل. واما تيجي تفتحها وتقفلها والنبي افتحها واقفلها من نفس الزرار بتاع الخريطه. سيبك من زرار الاكس ده صعب عليك، سيبك من زرار الاكس ده صعب عليك. اقفلها بالشنطه. تك على الشنطه مره هتتقفل، تك على الشنطه مره هتتفتح عادي برضو. يعني انت تكيت على الشنطه برضو هتقفل عادي. يعني انت برضو هتكيت على الشنطه هتقفل عادي، يعني مش محتاجه اي ذكاء. هنجيب بقى التعمير هنحطه ايه مكان القنابل، ونظبط بس مكان القنبله. طبعا النصيحه اللي انا قلتها تاني، تيجي تقفل الشنطه تقفلها من زرار الشنطه مش تقفلها من الاكس، ماشي. وبرضو خريطه يبقى دلوقتي يعني. احنا حطينا زرار التعمير مكان القنابل، وهنشوف الدنيا علشان تقدر تشوف الناس. دلوقتي الانمي هنحطه فوق. شايفين الانمي فين؟ فوق اهو ظبطناه. ده احلى زرار في الانمي، على الاقل مش هتنزل ومخك على طول هيبقى صبعك على طول. اول مثلا انت مثلا اي واحد قدامك هتك على طول فوق، موت هتك على طول فوق في الساحه وهكذا. هتجيب بقى الخريطه عشان ايه نظبط زرار ايه السكوب والدنيا. هتصغر الخريطه وهتشوفها وهتطلعها فوق، يبقى اخر الخريطه فوق على الشاشه. هتحط بقى دي تحت الخريطه ودي جنبها على طول. بعدين هنعمل ايه؟ هنجيب العين وهنجيب المايك، هنظبط مكان المايك جنب الخريطه بس هنصغره بقى بالزرار دي. وهنجيب برضو الصوت ده اللي احنا نسمع منه هنحطه فوق المايك، ونجيب الاعدادات فوقها نظبطها انت. انا بحط بس بسرعه عشان ايه المفروض مش انا اللي اعمل لك اعداداتك، انت تعمل اعداداتك بنفسك. دلوقتي بصوا اهو الحاجه فوق. تاني اقول لكم انت تعمل اعداداتك، محدش ما تاخدش اعدادات حد. الاعدادات دي عباره عن تحكمك انت في اللعبه، مش يعني واحد دلوقتي شفت واحد لعيب مش عشان اعداداته حلوه يبقى هو ايه لعيب، لا هو عشان متمكن من الاعدادات. انت برضو تعمل اعداداتك انت بنفسك عشان تتمكن من الاعدادات. انا الرسائل دي قاعده تجيلي من التيك توك، لاني ان شاء الله هبدا لايفات قناتنا اسمها ايه ار عبده. روح اعمل فولو ولايك علشان ايه تتفرج على لايفاتنا. ان شاء الله نفتح لايفات كل يوم، بس بنستعد ان شاء الله عشان لسه هنبدا ننزل فيديوهات. انا ما نزلتش ولا فيديو طويل على القناه دي الا فيديو الافتتاحيه، وهنحاول نركز على القناه دي. كده احنا حاطين السكوب فوق وحطينا فوق الغاء القنبله والباراشوت، لان التلاته دول مش متعلقين ببعض، فدول هيوفروا لك مساحه. وكده انت كده ما تفتح قنبله تقفلها من فوق عادي، تيجي تنط مسافه عاليه تفتح باراشوت مش السكوب مش هيتفتح. تيجي بقى على زرار الضرب التاني ده هيتقفل. هقولك هتقفله ليه دلوقتي. بص انا بضرب بدون الشاشه تتحرك معايا، ضربت بالتاني الشاشه مش هتتحرك، الشاشه هتفضل ثابته بس انت هتتحرك بقى ايه بالكاميرا ذات نفسها. لكن ده بيبوظ لك الايم، فانت ده هتخش على مفتاح التحكم وتعمل له ايقاف.
كده احنا قربنا نخلص اهو الفيديو ان شاء الله، والاعداد قربت تخلص. انا ان شاء الله مش عايز اخلي فيديوهاتي طويله عشان ما تملوش منها، وفي نفس الوقت تستفادوا اكتر افاده منها. انت مش هتقل حاجه منك، هتستفاد خبره في بابجي، خبره في فيفا، في الالعاب عامه يعني. وان شاء الله اعمل اللي انتوا تقولوه في التعليقات، فلايك هتستفاد انت مش انا اللي هستفاد. والمتابعه يعني المتابعه مش هتضايق عندك المكان في اليوتيوب. اعمل متابعه، مش انا مش بتاع الاشعارات اللي كل شويه اشعارات 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 اشعارات. انا بنزل فيديو حلو تتفرج عليه انت بمخ كده. زرار بقى الكراوتش، الزرار دون مهم قوي اصلا، احنا مغيرين الاعداد دي كلها عشانه. الكراوتش عشان وقت الدوج. بصوا بقى، سيبك من زرار الايه فتح السكوب. فتح السكوب ده وقت فتح السكوب، لكن الكراوتش يعني شيل وقت الكراوتش، شيل شبعك من على السكوب خالص وتك كراوتش. لكن لو انت بص اهو بعمل دوج بكراوتش، بحط صبع على الكراوتش على طول جنب السكوب على طول، تك 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 على طول. سيبك بقى من السكوب ده مثلا بعدها تشيل صبعك من على الكراوتش على طول. اصل في ناس مفكره اختراعهم لا، يعني بيحطوا صباعين جنب بعض. وسيبك بقى من الناس اللي بتحط الكراوتش هنا ليه. انت دلوقتي بتعمل كراوتش، عايز تبص عايز تعدل الكاميرا، هتعدلها ازاي؟ بذكائك انت كده دلوقتي. انت عشان تعدلها محتاج صبع، عشان تعدلها هتعدلها بصبع اللي فوق بتاع السكوب؟ لا طبعا، نحطها فوق عشان ما تعمل كراوتش نقدر بص انا بعمل كراوتش واقدر احرك كمان الكاميرا اهو. بص بعمل كراوتش وبحرك الكاميرا. لكن لو تحت مش عارف احرك الكاميرا ولا هعرف احرك الكراوتش. بس خلصنا زرار الكراوتش، نخش على مفاتيح التحكم. نيجي على زرار النط، انا بحطه هنا، ما تعملش عداتي لان بقول لك اعمل انت عداتك. هنحط زرار النط هنا، ده ما اي حته بتحبها قلبك حطها. ودون يعني كده كده انت مش هيبوظ عليك زرار الكاميرا انك انت بتتك وتعدل بالكاميرا. فاللي انت نفسك فاعمله يعني، انا مش هجبرك في زرار الجامب. وزرار برضو الكراوتش كذلك، انا بحب احطه جنب الضرب. انت عايز تحطه فوق، قصدي جنب الكراوتش، عايز تحطه انت جنب الكراوتش، عايز تحطه تحت فوق يمين شمال اللي انت نفسك فيه. طبعا مش الاعداد دي اللي انا بعملها انت هتعملها، لا انا بديك منظور وخش انت بقى واعملها بدماغك انت بدماغك. الاساسيات اللي انت مثلا توفر مساحه انا وفرتها لك، غير كده بقى انت المكان اللي حابه قلبك. بس انا المعلومه الاساسيه في الفيديو ده كله ان الكراوتش تحطه جنب السكوب، ده اهم حاجه بس من الفيديو. نيجي على اخر حاجه التبيك وقلب التبيك. طبعا بصوا اهو انا بعمل اهو، بص كل ده بصبع اللي فوق، صبع مش السبابه اللي فوق ده. شوف كل حاجه باللي فوق، لانه بالنسبه لي انا اسرع الصباع عندي. انت بقى مش عايز تحط الكمبره هنا حطها تحت، قصدي الدروب شوت، وهكذا. نخش على التبيك، فولو لايك واكسبلور عشان نخش على التبيك. التبيك اهو، نجيب واحد هنا اهو، ده احلى مكان للتبيك، محدش يهبط. بس بصوا بقى في نوعين من الناس، في ناس بتعمل التبيك كده ويجي ما مش متعود عليه كده عشان شوفوا اللعب دلوقتي، شوفوا مش متعود عليها التبيك كده. ففي ناس بتعمله كده، في يوتيوبر كتير بيعملوه، في اشخاص كتير بتعمله كده. انت عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش. بس انا بالنسبه لي احلى تبيك اللي هم يبقوا جنب بعض علشان مخك يبقى اخد عليهم، ما انساش مثلا اللي فوق يمين واللي تحت شمال وهكذا، ممكن اصلا اعكس ما بينهم. هنحطهم كده اهو، ثانيه عدل بس. دلوقتي بقى دي ليه؟ طبعا معظم الناس اللي بتعمل الحركه دي وكده اللي بيسحبوا من ورا الخشب او من ورا الكفر، يقعد يعمل كده وكده لحد ما الولا يطلع ويجيب. فانت الزرار السبابه الصبع السبابه هتضغط على التبيك، والزرار الصابع اللي انت بتتشاهد بيه هتضغط بيه على الكراوتش، والاتنين في نفس الوقت اتعود عليها. بص معايا دلوقتي، مثلا انا دلوقتي بصبع اللي انا بتشاهد بيه بتك عليها على الكراوتش، دلوقتي صبع السبابه ببيك بيه. فانا دلوقتي هفضل اعملها في ساحه التدريب كتير علشان عقلي ياخد عليها. دلوقتي بقى اما اجي اعملها شوف في ثانيه، 1 2 3 تلاقي الولد بيتجاب من ورا الكفر ويقول لك انت هاكر. فدي بتفيدك في اغلب الفايتات. نعدل بس دول لسه بقى هشرح لكم الشفافيه. استنوا الحلقه الجايه عشان مهمه قوي في الاعدادات اللي انت تعملها عشان تسرع لعبك. استنوا بس الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني مهم قوي. هشرح لكم بقى ازاي تشفوا الحاجات، لان انا في ناس بشوفها تقوم داخله على الاعدادات تقوم جايبه دون شفافيه صفر. شفافيه صفر، هو اصلا لسه عامل اعدادات ومش فاكر مكانه. يجي بقى يلعب بص مش عارف يعمل ما هو مش عارف. تخش على الحساسيه بقى وترجعهم 100 زي الشاطر، واقول لك بقى انت اليوم الاول هتلعب بهم 100، اليوم التاني تقلل 10 في كل الاعدادات اللي انت عاملها تقلل 10، اللي هم نط دروب شوت تبيك كراوتش سكوب ضرب. الجويستيك سيبه زي ما هو. في الحاجات اللي انا قلتها دي انت كل ما تقل 10 كل ما تقل 10 كل ما تقل 10 لحد ما يجي معاك بقى مثلا اخر الاسبوع، ولا يعني خلال 10 ايام بالظبط هتلاقي كله صفر. اما تلاقي كله صفر هتلاقي بقى الشاشه واضحه وتقدر تشوف الناس بوضوح، وتكون كده دماغك اخدت على الاعدادات. فانت اما تيجي بقى من غير ما تقعد تبص ومن غير ما تعمل من غير ما تقعد تبص ومن غير تعمل هتلاقي عقلك اخدهم. هوريكم دلوقتي عداتي، حطوا متابعه
علشان تستفاد الحلقة الجاية مهمة. اعدادات التحكم مادام انت بدأتها ونويت تبقى تحترف بابجي، خليك معايا وان شاء الله ابرز منك احلى مستوى ليك. الحلقة الجاية اعدادات التحكم، واللي بعدها حساسية، بعدها جايرو. اشترك ولايك وفعل الجرس عشان اول ما انزل الفيديو التاني من السلسلة تشوفه. دي اعداداتي شفافية كلها صفر عشان انا اتعودت عليها خلاص. شوفوا جوه الجيم مش ظاهر بس الا الجويستيك. لا، تابعنا على قناتنا على تيك توك AR عبده عشان هننزل فيها لايفات وحاجات كده، فيديوهات قصيره هتستفاد منها، كل حلقه هتستفاد منها معلومه كده، هنتايه كده بسيطه في اللعبه هتعجبك. شوفوا، انا متعود عارف اماكن كل زرار عارف اماكنه. فاوريكم اعدادي دلوقتي من غير يعني ما الشفافيه صفر. هوريها لكم ونقفل الفيديو. والكائنات اللي دماغها شبه منحرف اللي بيقول لك ايه انت ما تاخدش، مش انت اللي قلت لنا ما تاخدهاش اعدادات حد، بتورينا اعدادك ليه؟ انا بديها لك تشوف فكره منها، يعني الحلو منها خده ليك مناسب ليك، مش عادات كلها تاخدها انت اللي تعمل عاداتك. انا مش اخدها من حد، انا عاملها بنفسي، فانت اللي تعملها بنفسك. نرجع بس دي هنا ونظبط دي هنا ونرجع التبيك هنا بس تمام. دي اعداداتي وبص حافظها يعني قاعد بها مدة طويلة، فانت ان شاء الله تعمل اعداداتك. لايك واشوفكوا واشتراك الفيديو الجاي.